انا بقينا تعبان في مشاكل بتاع النيل الكبرى. قبيله تاعنا بيقولوا قبيله شلو وقبيله ديكا وقبيله نوير. كل ما سنه انقلاب كل ما سنه انقلاب كل ما سنه مجله ومشي لكل بيجي من على النيل. لكن دور ده انا قلت لشيب مبارك ده بكون نهايه على النيل. قال مشينا هناك ما في اي اسم مجوس ما في اي اسم جداد ما في اي اسم بيت. طبعا الستيتمنت بتاع جنرال أولوني هو شغال من أجل الوطن، وده جزء من الشغل ان احنا محتاجين نشتغله، وطبعا ده محتاج لشغل سياسي كبير جدا. يس طبعا ده الجنرالات ده زول عسكري يتربى في العسكريه وده كله وناس مؤمنين بوطن، لكن what we want to tell أولوني ادير نقول أولوني يا أولوني الوطن انت قاعد تدافع عنه، ده الوطن ده بقى ما في. الوطن ده القاعد الان بقى ملك لواحد اسمه سلفاكير مياردد. دير يقعد في كرسي ده he doesn't care about anyone else. ما بهمه ان الموارد ده أولوني انت بتعرف كويس انه البلد ده فيه قروش، فيه قروش بتاع بترول وانت قاعد في جوبا and you know about all this thing. لكن you know في ناس معينين ما دايرين جنوب السودان يمشي في اتجاه الصحيح، اتجاه الممكن يعود بفائده للشعب بتاع جنوب السودان. إذن حماية الوطن اللي انتوا هسه قاعدين تعملوا فوق جنرالين ما حماية بتاع الوطن، ده حماية بتاع سلفاكير عشان يقعد انت هسه قاعد تحمي سلفا انه يقعد ويستمر في النهب وكيلينج والتشريد بتاع الابناء بتاع جنوب السودان. والدليل على كلامي ده يا جنرالين الوطن اللي انت قاعد تتكلم فوقه ده يا نفس الوطن الخلي الناس المواطنين يكونوا قاعدين في يونمس، وانت زول شاكل ده من الناس زي اللي قاعدين في يونمس عندك هسه في جوبا، وانت بتعرف كويس تماما انه اهلك تشلو لسه قاعدين في يونمس ملكال ولسه قاعدين مشردين في السودان وفي محلات تانية. اذن ده الوطن اللي انت قاعد تتكلم انت تحميه، والوطن ده ما قاعد يقدم حمايه للمواطن. ده كويشن اللي انت محتاج تنظر له وتقعد به مع نفسك، تقعد به مع نفسك جنرالين، تقعد به مع نفسك وانت ذاتك بتعرف انه نفس الوطن ده والناس اللي انت وقعت معهم الاتفاقيه في 2022 ده الناس اللي ما نفذوا لك الاتفاقيه بتاعك ده، وده الناس اللي ما يستوعبوك. شوفوا يا جماعه اسمعوا الكلام ده كويس. نظام بتاع سلفاكير عندهم نظره خاصه تجاه ولك. انا عندي معلومات I have my own information داخل النخب القاعدين في جوبا ده في خايفين خوف جوام ما دايرين يصلوا أولوني لانهم عارفين انه ان شاء الله ما رجع في بين بتاعهم وقاعدين يخافوا. هسه التسليم بتاع أولوني جاي نتيجه لشنو؟ جاي نتيجه بتاع الخطر الجاي بتاع الهايو والجيش الابيض. ده الخطر هسه اللي هم هيصلوا أولوني. لكن قبل فتره في نقاش كان ماشي في جوبا وسط النخب القاعدين في جوبا الماسكين اراوند سلفاكير انه يا جماعه وبالذات جزء من النخب ده ناس انا بتاع على النيل، نخب بتاعنا الجين بتاعنا على النيل، انه يا جماعه أولوني ده ما يصلحوا، لو أولوني ده صلحوا لقدام أولوني ممكن يستخدم الاسلحه ده ضدنا في على النيل ويشيل الوطن بتاع الشغل. اسمعوا الكلام ده كويس. ده نقاش كان ماشي والناس دول عندهم خوف كبير جدا في أولوني ذاته، انه أولوني ذاته ما مضمون وتادي وقت أولوني ده ممكن يغلب. عشان كده جيش بتاع أولوني قاعدين زي بيجي الناس كثيرين. اول حاجه because they don't care أولوني القاعدين في جوبا they don't care قاعدين اول حاجه ما صلحهم عربات ودبابات حاجات كله ليه ما عندهم ليه. حتى لما قالوا لهم يقعدوا ليه هسه خلوهم يقعدوا ليه؟ خلوهم يقعدوا لسبب. ليه السبب؟ السبب شنو؟ لانه سببين وانا لو كنت اسمعوا كلامي ده كويس انتوا قاعدين تشيروا اللايف فيديو ده وانتوا هتيجي تسالوني بكره. سبب نمر واحد SSPDF وتايجر ديفيجن والناشونال سيكيورتي الجو قدموا ناس مشوا they went ahead هسه معلومات اللي اتقدموا تجاه ماشين تجاوات. now because هم شاكين في أولوني واقبلك بتاعه ده قالوا ما قعدوا
اسس بدهم خليه يكونوا قاعدين في حاله انه IO عزم القوه. اسمع كلامي ده كويس and you guys will come to this. عزموا القوه المتقدمه الان وطردوه، بالفهم بيكون مجبور كراه في رقبته هنا ده. انت لازم تصلي عقلك، لازم تديهم الدبابات تديهم الاسلحه و they have to go and save the situation. لكن لو جيش المشوا الان، الجيش اللي اتقدمت وما الايو ما هزمهم وهزموا ناس زين، اقول لك هيكونوا قاعدين محله ده يعملوا لهم كما كود ما وانتوا تعالوا سالوني بكره. ليت كونتينيو. انا بخليه على كده. ليه؟ لانه ده الاستراتيجيه في انكم قاعدين في بالفام. الناس ما يقدروا يبنوا دوله يا جماعه، الناس ما يقدروا يبنوا دوله، لسه بيتعاملوا معاك ولا كانوا ده شلوك وشلوك ما شاء الله الوضع بتاعه كده ودايرين يستخدموا بس. listen to this, let us be honest in this analysis. let go forward. وده كله اللي جاء قدامكم ماشيين باربادهم، ولازم كمان تكون لكم اربادكم بمدافعاتكم. كانكم ما جابوا نحن بنكلم ناس عنده ارباده يمشوا قدامنا نفضل. قال له نازل لان الناس المشوا ده الناس اللي عندهم العربات، ولو انت اللي حاسس القوه لو انقاعد خاطوهم ديل، لو ما بقى 90% من الناس ديل ابناء تشلو بيكون في، لو في ابناء قبائل تانيين بيكونوا نسبه بسيطه. but majority because I can understand يعني whatever happening over there. كلنا you guys can understand. ناس بتاع على النيل انتوا فاهمين ده تشلو وعارفين whatever happening مش. so ما now الان زي ما قال جنرال اولوني، الناس لو ما دونا جابوا لنا عربات بتاعنا، الناس اوريدي عندهم عربات بتاعهم خلوهم يمشوا يتقدموا. وانا اكونوا قاعدين ليه؟ ما عندهم عربات مش، وما عندهم اسلحه ثقيله غير مصلين. ليه ما داير يصلوا؟ اقول لك اولن ليه الجيش بتاع اولن ليه؟ لانه في النهايه they know in any situation that gun it could be used and can use against the government. لانه زول عنده هدف اوريدي، عنده ماشي عنده هدف. وده الحاجه النخب بتاع سلفاكير ويجين ليدز اراوند سلفاكير في جوبا، الحاجه ده ما خدوه في بالهم كويس، لانه they want to use anyone. كويس؟ they want to use anyone. انت معي؟ ليه كونتينيو نواصل في كلام جنرال. الفهم بتاعي كله اذا اديت لكم بسيط ده نال. وانا انا جبت ده بسيط شريف ما بكفي، لكن في بنات عنده نال كويس وفي بنات ما عنده نال كويس. لازم يبروا يشوفوا اللي الناس عنده نال كويس وعنده بور يصبروا. imagine يعني حتى البوت للجيش بتاعه عنده القاعد يشعر ديل ما عندهم جسم. النهار اللي قاعد يتكلم فوق ده ما عندهم جسم، فهو مشى جازف جاي ليه؟ انتوا عارفين ليه؟ look at عشان كده we need to be careful لاي زول اللي قدام ده توقع اتفاقيه مع سلفاكير. let me say this. الناس هسه طبعا دايرين يختبروا اولوني، النظام بتاع سلفاكير داير يختبروا اولوني. قالوا اولوني ده اشيل جاي بتاعه يمشي حاربه ولا لا؟ اسمعوا كلام ده كويس، داير يختبروا اولوني. اولوني ده يمشي يحارب ولا لا؟ لو رفض يقول ماشي يشيل جيش، معناه وزار اولوني ده قاعد في جوا لسه طابور خامس. this what happening وطابور خامس. لكن هو لانه فاهم والمعامرات اللي شغال ضده في جيبه وجاته كله قالوا اوكي جاي بتاعي ده ويا جوين نينا ماشيين. قال لهم يتقدم مشى نمن وصلنا اننا ما عندنا سلاح كويس، ما عندنا عربات، ما عندنا شنو، انا هنا انتوا هتجيبوا هنا باو قايد، انتوا هتجيبوا هنا. اذا نازل ما جابوا سلاح وما جابوا ذخيره وعربات، الناس اللي عندهم عربات دخل يمشوا. لكن تعليمات الاخرى كان جاد ليه؟ ما بول نانغ ما شغال براو، دكتور بول نانغ ما شغال براو، في نخب قاعدين يخططوا له في جوا، في ناس قاعدين يفكروا انه نو لو هنا لو جيش المشى ده بتاع SSPDF وجهاز الامن قدرنا وتايجر عزمنا ناس عايو، اقول لك ده هنا ما محتاجين له، ما بنصل لهم من هنا ما نصل لهم، لانه اسالوا نفسكم ده منو الواقف ضد الاستيعاب بتاع ده. اقول لك في SSPDF من 2022 ليه ما يصوابهم؟ لا يوم الليله ماشيين كمليشه ليه؟ وده جيش ليه مثلا؟ did you ask that question؟ نفس الناس ذاته الورا الحاجه ده والمخطط ده نفس الناس الان بيقولوا لا. اقول لك ده طالما نازل لانه
ايو بيقاعد يحدد نظام بتاع سلفاكير. ايو في جنجوله بيقاعد يحدد نظام بتاع سلفاكير ويا ماشي تجيبه كويس. في اسوأ الفروض بتاع انه الجيش بتاع المشهد ده كله يلازمه، معناه جوبا ما بيكون عنده قدامه خيار الا يصلي اقولك يدوم السلاح ويدوم العربات ويقول له go and fight the war. Let's go to the second point. انا بقينا تعبان في مشاكل بتاع النيل الكبرى. قبيله تاعنا بيقولوا قبيله شلو وقبيله ديكا وقبيله نوير. كل ما سنه انقلاب كل ما سنه مجله وماشي اللي كله بيجي من على النيل. لكن دور ده انا قلت لشيب مبارك ده بكون نهايه على النيل. قال ماشينا انا ما في اي اسم مجوس، ما في اي اسم جداد، ما في اي اسم بيت. وده الهيتا الجنرال اولوني ارتكب فيه خطأ انا بسميه ده خطأ تاريخي. وده الستيتمنت في خطاب بتاع اولوني اللي هي اعلان بتاع سقوط اللي فيها اعلان بتاع السقوط بتاع الدوله بتاع جنوب السودان تحت القياده بتاع سلفاكير. ده السقوط بتاع النظام بتاع سلفاكير. ده اعلان سقوط بتاع النظام بتاع سلفاكير. اولوني هو deputy chief of staff of not operation of mobilization. مش كده؟ معناه اولوني ماشي بتعليمات بتاع قائد العام ل SSPDF. والقائد العام لل SSPDF ماشي بتعليمات بتاع سلفاكير. سلمان امباسادور نرا قال كتب كلام جبال هنا. قال شنو؟ طيب قال انا قلت امبارح للشيف اوف ستاف انا دايركم كلكم افتحوا اذانكم كويس. معناه الستيتمنت اللي قاله اولوني ده قبل ما هو يقولوا للجيش بتاعه في ماله هو فوق ده، معناه قالوا للشيف اوف ستاف انه يا شيف اوف ستاف ان احنا ماشيين في المعركه، وفي المعركه ده ان احنا ما نخلي عجوز، ما نخلي جنة صغير، ما نخلي جداد، ما نخلي غنمايه. ده معناه شنو؟ ده معناه إبادة جماعية ethnic cleansing. ده معناه إبادة جماعية ضد إثنية بتاعت نوير في منطقة بتاع نوير. مش دايركم تتابعوا معي كويس. ده إبادة جماعية ضد المواطنين بتاعت نوير. طيب إذا نحن افترضنا فرضية assumption. إذا نحن افترضنا إنه جنرال اولوني خلفيته التعليمية تعبانة وزول سياسيا تعبان لكن عسكريا هو زول قوي، افترضنا قال الستيتمنت بتاعه ده حوش اوف ايموشن لانه ده خطاب بتاع عاطفه وميبي الضغاين الموجود جواه وجريفنسز وحاجه زي ده. وبرضه الخطاب ده فيه حاجتين. الخطاب ده فيه حاجتين، فيه لو انت حللت كويس تحليل بتاع السياسه خطاب بتاع اولوني ده فيه معنيين، فيه حاجتين. الحاجه الاول هو داير يثبت الولاء بتاعه للشيف اوف ستاف ولسلفاكير مياردت. تقول لي انت غلطان، ما ده سياسه. الخطاب ده فيه اعلان بتاع الولاء وفيه اعلان بتاع اثبات الانتماء، اثبات بتاع الانتماء انه هو منتمي لسلفاكير وعنده ولاء لسلفاكير. والدليل على ذلك يا سلفاكير عشان نوريك يا بولنان انه انا زول بتاعتكم، لانه في ناس في جوبا قاعد يقولوا ده انا في ناس كثير شغالين، والله ده متمرد، والله ده ريبل، والله ده زاد يرجع غابه وممكن زاد هسه يتفق مع ناس رياض مشاط. بالمناسبه we hearing all this stuff انا قاعد نسمع الحاجات ده وما رديو سلاح لانه زاد والله ما مضمون ولسه ان شاء الله ما شاء الله العطا بتاعه ممكن زاد يمشي يضموا تاني مع ناس ايو وكده. ده الكلام ده كله ماشي في جوبا ضد اولوني. سو ناو لما نلقى فرصه ده
Mana Olony de, he want to show up, he want to show his commitment le Salva Kiir ule polnang inu ana kan meshet ana mashi namsa completely ay yani anamsa ay haja muwatin gana maya jana sagayro kida. But my own question here, ma fi Olony ana da kutintema mai kwais le nukta da. The problem here ma Olony, the problem fi chief of staff bitat SSPDF. You take notes, because this thing is very dangerous. The problem is chief of staff. Is a kind of Olony in Gala Kalamda without being aware of consequences with the statement without that. Because has the statement into tabayat سلبية كبيرة جدا للشخصية بتاعت أولوني. لهنا لو في جرائم بتاعت الحرب وارتكب في منطقة بتاعت جنجولة في منطقة بتاعت لونوير كلام ده هيمشي لأولوني. وبالمناسبة ده الحاجة دايرو سلفا كير وده الحاجة دايرو بولنان. ليه؟ لأنه they want to end حاجة اسمه opposition. So to end the opposition they have to use somebody like Olony. They really يستخدموا زول like Olony. عشان كده لما Olony قال الكلام ده لبولنان ليه بولنان ما قال Olony الكلام قاعد تقول ده غلط. انت ممكن تقول كلام زي ده. We are not against جرجانة صغير مرة كبير عجوز غنماية كده. ليه انا اسال فيكم كلكم يا جماعه. Just I'm asking myself question. ليه مثلا انا ده so I ask myself that question. ليه دكتور بول نان يا جماعه زول الدكتور is a PhD holder. بول نان ده is a PhD holder. انا ايدو الشيخ ده I'm a master degree holder. I'm not a PhD holder. لما نيجي للاكاديميه ده كده بول نان ده دكتور ده بروف اكاديميا مش معناه ده زول بيعرف المينينج بتاع الجينوسايد معناه شنو والكونسيكونس بتاع الجينوسايد ده شنو. بول نان بيعرف الكلام ده. ولذلك لما جنرال قال الكلام ده لبول نان مفروض طوالي immediately دكتور بول نان يقول لأولوني لا أولوني this statement I don't want to hear it and I don't want you to say it because we are not against the civilians. لكن لأنه ده ياول intention بتاع بول نان وبريزيدنت سلفا كير. ولو في زول قاعد يقول كلام كده غير كده تعال لي فوق شويه. We are here to talk. أنا بمناسبة I'm free all night. We are going to talk. Okay? Ma you just take. We are not going to run to blame. Well, we blame Olony. That is not an issue. You blame Olony. Okay? لأنه قوة بتاع Olony ده ذاته. الغانية سر ما عندهم عربات وما عندهم سلاح واحتمال ما يمشي قدام ذاته. مش كده؟ لكن now Olony ما في نفس الوقت هو deputy chief of staff for mobilization. معناه هو ماشي بكل اتجاهات. معناه خطاب بتاع بول نان وبتاع سلفا كير انه نينا كان وصلنا لو نورده we need to end اي ما دايرين لقدام في المستقبل حاجه اسمه وايت ارمي وما دايرين كده ولا مواطن كبير كلهم تشت امساهم. Why? Because Salva Kiir want to be in power for life. وما داير ازعاج بتاع انه في تمرد كده. ده كلام خطر ما خطر. الحاجه ما بيعرفوا Olony وده الكلام ده داير اقول لكم هسه Olony انت في ورطه. نيل دون ينغ ورطه ما دوغا داي. انت في ورطه ولا قدام لانه حتى الستيتمنت جبال طلعوا ناس العيو انت مجتمع دولي بيحمل المسؤوليه بتاع الجرائم اللي بيرتكبوها في جنجوله لو قتلوا مواطنين بتاع نوير. I don't know how Olony going to correct this statement. I don't know.